السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهاردة هنعمل من بواقي العيش البايت الفينو، هنعمل حاجة حلوة. يلا بينا مع بعض. ده العيش الفينو، جبته وطلعته من الفريزر، كنت مجمعاه وحمصته، اديته تحميصة وفرمته في الكب زي ما انتم شايفين بالشكل ده. خلاص، مسيحة سمنة بلدي. خلاص، تقدر تسيحي زبدة اللي بيعجبك، اي حاجة. وهنزلها من فوق كده وهي شغالة. اللي حابب يعملها بايده يبسها بايده زي البسبوسه مفيش مشكله. لا، انا هنزلها كده من فوق اهيت. والكبه برضو هتخليها تتعمل في كل الحبيبات بتاعتها لحد ما تبقى زي حبيبات الرمل كده، حبيبات رمليه كده. تمام. خلاص، بالشكل ده. وهحط رشه فانيليا كمان اهيت وهي شغاله. كله وهي شغاله كده. يعني اللي عنده كبه بصراحه هتكون الموضوع سهل بالنسبه له. او هتطحنيها بقى في مطحنه او باي طريقه، وهتعملي نفس اللي انا عملته. انا طبعا مش طحنها جامد، مخليها مخرزه شويه. خلاص، تبقى زي سمية البسبوسه كده. خلاص كده بقت عامله طريه معايا وناعمه. هي جبت صينيه وفردتها بالشكل ده، هكبسها فيها كده. خلاص، تك عليها كويس. دي اول طبقه. الطبقه اللي في النص بقى تقدري تحشيها كاستر، تقدري تحشيها مكسرات، تقدري مثلا تسيبيها ساده. خلاص، تقدري تعملي فيها يعني ايه، تبدعي فيها براحتك، تحطي فيها قشطه زي ما بنعمل كده في الكنافه او البسبوسه او الكلام ده. خلاص. وطبعا هحط انا الحشوه في النص زبيب واللي هي الحشوه دي كنت حطها، بس انا المقطع ده اتحذف من عندي من على التليفون. خلاص. وحطيت الطبقه التانية وضغطت عليها بالشكل ده ودخلتها على الفرن تحمر لحد ما بقت معايا بالشكل الجميل ده ومسكت خالص. وكنت مجهزه شربات طبعا ومبرداه، شربات تقيل. خلاص، احنا عملنا قبل كده مع بعض الشربات. وهنزل اسقيها بالشكل ده. خلاص. وهسيبها لما تبرد تماما، علشان خاطر لو قطعتها هي سخنه هتفرول معايا. هسيبها لما تبرد تماما وهتاكلي. اصلا مش هتصدقي ان هي دي عيش فينو اصلا ولا اي حاجه خالص. تحسي انك بتاكلي حاجه حلوه كده، طعمها فعلا تحفه. تقدري بقى تبدعي فيها زي ما انت عايزه، زي ما قلت لك، تحشيها قشطه، تحشيها حشوه زي اللي انا حشيتها دي. تعملي طبعا السمنه البلدي طبعا تحفه. العسل بتاعك، الشربات بتاعك بيبقى معمول طبعا حلو بالليمون والفانيليا وكده، وانا حاطه عليها فانيليا زي ما انتم شايفين متماسكه اهي. هوريكم برضو من تحت كده قعرها عامل ازاي، جميله جدا. ما تنسوش لاول مره تشوفونا سبسكرايب للقناه ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم والوصفه عجبتكم. منتظره تعليقاتكم، اي تعليقات ابعتوها لي. وان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.